السلام عليكم. في هذا الفيديو يا جماعة رح نحكي على المساحة محصورة بين دالتين. عندنا قانون، عندنا دول هون دالتين اف للاكس جي للاكس، هذا اكس يساوي اكس يساوي بي. المساحة اللي بنقصدها هون محصورة بين الاف للاكس والجي للاكس، والاكس يساوي اي واكس يساوي بي. قانون شو بقول لك؟ المساحة المحصورة بين اف للاكس والجي للاكس واكس يساوي اي واكس يساوي بي هي الانتجرال من الاي للبي، الدالة اللي من فوق اللي هي اف للاكس ناقص الدالة اللي من تحت اللي هي جي للاكس. تعال ناخذ مثال. احسب المساحة المحصورة بين y يساوي x تربيع والدالة y يساوي 8 ناقص x تربيع ومحور y في القسم الموجب من محور x. هاي هي الرسمة بشكل عام. الأربع وحدات بيكونوا معطيني هنا الرسمة، الخمس وحدات ممكن مرات هو لازم يرسم. فهاي y يساوي x تربيع اللي لها مينيموم، والماكسيم هي 8 ناقص x تربيع. فالمساحة في القسم الموجب من محور x، يعني هاي المساحة يا جماعة محصورة بين الدالتين والقسم الموجب من محور x. عشان أنا أعمل الانتجرال بدي لك النقاط اللي ببلش منها هون الإكس صفر في البداية، بدي لك الإكس تبع نقطة التقاطع. عشان هيك بدي لك التقاطع بين الدالتين واي يساوي 8 ناقص إكس تربيع وواي يساوي إكس تربيع. بحط إكس تربيع يساوي 8 ناقص إكس تربيع، 2 إكس تربيع 8، إكس تربيع يساوي 4، ومن هنا من هون الإكس يساوي 2 أو الإكس يساوي ناقص 2. طبعا في الربع الأول هون نقطة تكون إكس يساوي 2. فالمساحة انتجرال من 0 ل 2، الدالة اللي من فوق هي 8 ناقص إكس تربيع، الدالة اللي من تحت هي ناقص إكس تربيع دي إكس. الانتجرال طبعا من 0 ل 2 بصير على 8 ناقص 2 إكس تربيع. انتجرال ال 8 8 إكس، انتجرال 2 إكس تربيع خلي 2 على جنب، انتجرال الإكس تربيع هو إكس تكعيب على 3. فالانتجرال هو 8 إكس ناقص 2 إكس تكعيب على 3. تعوض أول مرة 2 بعدين 0. إذا بتعوض 2 بصير 8 في 2 ناقص 2 في 2 تكعيب على 3 ناقص تعويض الصفر. طبعا تعويض الصفر بيعطينا صفر، عشان هيك كتبنا دغري صفر. فالجواب هون 8 في 2 16، وهي 16 على 3 اللي هي 5 وثلث. 16 ناقص 5 وثلث، الجواب بالآخر 10 وثلثين وحدة مساحة. هذا أول مثال. ثاني مثال، كل احسب المساحة المحصورة بين y يساوي x تربيع والمستقيم y يساوي 20 زائد 4x والمستقيمات x يساوي 6 و x يساوي 3. هي هالرسمة يا جماعة. هاي y يساوي x تربيع، هذا المستقيم بالازرق 20 زائد 4x، وهذا x يساوي 6، وهون الاكس يساوي 3. فالمساحة هاي يا جماعة هي انتجرال من 3 لل6، الدالة اللي فوق نفس الدالة اللي تحت. مين اللي فوق؟ اللي فوق بحصر المساحة المستقيم، ف20 زائد 4x ناقص الدالة اللي تحت اللي هي x تربيع. فاعمل انتجرال 20 زائد 4x ناقص x تربيع. طبعا انتجرال ال 20 20x، انتجرال ال 4x خلي الأربعة على جنب، انتجرال الاكس هو x تربيع على 2، بصير عندي 4 في x تربيع على 2 اللي بقدر اخذلها واحطها 2 x تربيع. انتجرال الاكس تربيع هي اكس تكعيب على 3، طبعا بيكون ناقص اكس تكعيب على 3. اول شيء بدي احط 6 بعدين 3، حط ال6 بصير 20 في 6 زائد 2 في 6 تربيع ناقص 6 تكعيب على 3 ناقص عوض الثلاثة اللي هي 20 في 3 زائد 2 في 3 تربيع ناقص 3 تكعيب على 3. 20 في 6 120 مش 180، هسه بنظبطها. و6 تربيع 36 في 2 72، 6 تكعيب 216 على 3 72 برضه ناقص 20 في 3 60، 2 في 3 تربيع 18، 3 تكعيب على 3 هي 9. فبالآخر عندي هاي طبعا 120 هنا، هون 72 ناقص 72 بتروح، هاي كلها 60 زائد 18 78 ناقص 9 69. ف 120 ناقص 69، الجواب بالآخر 51 وحدة مساحة. وهيك بنهي هذا الفيديو. في وراه كمان فيديو عن مساحة محصورة بين دالتين. يعطيكم العافية.